ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ابني جاب لي بسكوت بتاع المدارس دوت. فقلت هعمل بيه الكيكه على البارد. طريقه سهله وجميله جدا، وكمان طعمها بيبقى حلو، وكمان كل ما بتحطيها في التلاجة بتقعد فتره في التلاجة بتبقى طعمها احلى واحلى. انا كنت عملت قبل كده البسكوت دوت كيكه، وكان عجب ابني قوي وخد معاه المدرسه، فعجب زمايله فقال لي يا ماما بقى اعملي لي تاني عشان زمايلي عايزين. فانا قلت النهارده بقى ايه، بمناسبه كمان الامتحانات خلاص عشان قربوا يخلصوا كمان. قلت اعمل لهم، فانا عندي البسكوت دوت، فقلت اعمله النهارده الكيكه على البارد، وقلت اشارككم معايا يعني. وما تنسوش بقى لو الطريقه عجبتكم تعملوا لي متابعه ولايك وكومنت جميل زيكم كده. هفضل كمية البسكوت اللي عندي في الطبق زي ما انتم شايفين كده. طبعا البسكوت هتلاقوه مكسر، لان طبعا مطرح ما بيجيبه من المدرسة وكده قبل ما بيجي يولي فبيكون مكسر منه كده. هو بسكوت طعمه حلو جدا على فكرة. هفضي كل الكمية اللي انتوا شايفينها كده، افتح البواكي واحطها. وكمان هنعمل مع بعضينا النهاردة الصوص بتاع الشوكولاتة بطريقة سهلة، والمقادير بتاعته مظبوطة وبيطلع معاكي جميل جدا. اهم حاجة في صوص الشوكولاتة تظبط المقادير بتاعته وهيطلع معاكي كويس جدا في الطعم وفي القوام وفي كل حاجة. فانا النهاردة ان شاء الله هوريكم برضو تعملوا صوص الشوكولاتة ازاي. طبعا انا بطحنه في الخلاط عندي، عشان انا الكبة عندي فيها مشكلة وكده، فبطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط. طبعا انتي لو عندك الكبة هتحطي الكمية كلها تخلصي منها مرة واحدة، فانا هطحنه في الكبة بتاعة الخلاط. كده انا خلصت الكمية كلها، فتحتها كلها اهي وجاهزة كده عندي. هبدأ بقى اطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط. بصوا انا طحنته بقى ناعم ازاي. هطحن كل الكمية بقى. كده طحنت كل الكمية زي ما انتوا شايفينها كده، بصي ناعمة ازاي. هبدأ بقى اجهز صوص الشوكولاتة. المقادير بتاعة صوص الشوكولاتة عندي كوباية الا ربع زيت، وكوباية لبن، وكوباية سكر، وثلاث معالق كاكاو خام. انا جايباه اللي هو الغامق اللي هو الاسباني. هبدأ انزل كوباية السكر اللي عندي، وبعد كده اللبن، كوباية اللبن، وكوباية الا ربع زيت. وبعد كده هضيف الكاكاو اللي عندي اللي هي الخام. انا بجيبها الخام عشان ميبقاش عليها سكر، فبتدي طعم احلى كمان. هضرب بقى الخليط كله مع بعض في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده بدأ يتقل ازاي.
طبعا الخلاط هيقف منك لان كل ما بتضربيه كل ما بيتقل منك، فانا بقوم قافله الخلاط شويه وارجع اضربه تاني. زي ما انتم شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. وده صوص الشوكولاته اللي قلتلكوا عليه. اهم حاجه تظبطي المقادير بتاعتك، هيطلع معاكي جميل جدا. هضيف بقى الكميه اللي انا طحنتها كلها في الطبق الكبير عشان اعرف اقلبه، واضيف نص صوص الشوكولاته عليه، مش بحطه كله. وبقلبه لحد ما البسكوت عندي يشرب الصوص الشوكولاته خالص. كده انا قلبته وهو شرب الصوص الشوكولاته خالص. بقى بفضل اضيفه بقى في صينيه، في اي حاجه انت عايزه تقدمي فيها. بس انا عشان ابني هياخده معاه المدرسه وكده، فمفضيه في علب لغطا وكده يعني عشان اقفل عليه. فبحط جزء من البسكوت اللي انا خلطته، وبعد كده بضيف عليه صوص الشوكولاته تاني على الوش. الكميه اللي انا عملتها عملت علبتين من دول. هوزع صوص الشوكولاته وهبدأ احطه في التلاجة، وكل ما بيقعد في التلاجة على فكرة بيدي طعم احلى. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي متابعة وكومنت جميل زيكم.